السلام عليكم. السلام ورحمة الله ازيك وبركاته. يا استاذ سيد؟ ازيك يا فندم؟ الله يسلمك. احنا بنحتفل النهارده ان شاء الله بالذكرى الخامسة للفنانه محاسن الحلو، ذكرى وفاتها. الله يرحمها ويحسن اليه. فتقول ايه عن محاسن الحلو في يوم ذكراها؟ الله يرحمها وعملت خير كتير قوي قوي في كل واحد في الشركه هنا. في موقف معين بالنسبه لك انت فاكره يعني؟ مره انا كنت عيان واتصلوا بيها وهي في البيت وجت بنفسها وودتني المستشفى وجابت لي علاج وما خلتنيش محتاج اي حاجه ابدا. ما شاء الله. يعني بصراحه ليها افضال كتيره قوي على كل واحد في مش مثلا بعتت لك حد ولا بتاع؟ لا جت بنفسها. جت بنفسها الله يرحمها لحد هنا. وجت خدتني بالعربيه بتاعتها وودتني المستشفى وكشفوا عليا الدكاتره وجابوا لي علاج وكل اللازم. ما سابتنيش بصراحه. الله يرحمها. الله يرحمها ويحسن اليها. وكنت انت في حوار كده قلت لي ان هي كانت ست بسيطه جدا وبتقعد تاكل معانا وبتاع. كانت بتقعد تاكل معانا وتطبخ هنا في السيرك وتاكل وتشرب معانا في وسطنا، يعني هي حنون للجميع يعني بصراحه مربيه ورغم أجيال. حنيتها دي اسمع برضو انها قويه جدا وصارمه جدا في شغلها. قويه جدا جدا في شغلها، ما تعرفش حد في شغلها. انما بره شغلها حنيه الدنيا فيها. يا سبحان الله. كل ما تقول واحد تعالى وجع بطنك يبقى في حنيه، يبقى في قبض على طول، في حلاوه فيها دي. دي الميزه اللي فيها يعني يبقى فرحان ان هو ينشتم منها. يعني سبحان الله. يعني بصراحه ليها مواقف كتيره قوي قوي قوي. الله يرحمها. لما تعرف ان انا مثلا الجماعه عندي خلفوا ولا حاجه في ولاد عندي كانت تمد في ايدها في اللي في النصيب وتقول له خد، ولو عايز حاجه ثانيه اتصل بيا وقول لي. وانا في البيت كانت بتتصل بيا دايما تقول لي ايه الاخبار عندك وتسلم على اولادي كلهم. يعني كانت داخله مع مشاكل الخاصه للعمال كمان. كل يعني حاجه، مش بس مركزه على مجهودها في الفني وخلاص. لا 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 لا, لا. وكل حاجه، واي واحد كان عنده مشكله في الاداره بتاعته هنا كانت هي بتحلها له برضه بتحلها له برضه كويس وكل حاجه. يعني ما اخرتش اي حاجه بصراحه. حاجه محاسن. الله يرحمها ويحسن اليها. الله يرحمها. يعني هو ده اللي هتاخده الحمد لله. الرحمه اللي انت بترحمها عليها دلوقتي هي ده المكسب، اكبر مكسب ليها. الله يرحمها ويحسن اليها. امين يا رب. امين يا رب. بالدور يعني دلوقتي الكابتن مدحت ابنها. الله يقويه يا رب. الله يرحمه وكل حاجه يعني، وربنا يقويه ويديله الصحه. امين يا رب. متشكره جدا يا عم سيد، وربنا يوفقك دايما يا رب. الله يخليك. سلام. السلام عليكم.